دكتور محمد صلاح شبيب المصححاتي، واوعوا تروحوا الحضانة. فيديوهات وستوريهات وبوستات والناس كتير جدا بتتكلم يا جماعه محدش يروح الحضانه. خلينا نكون منصفين. مين اللي قال كده؟ في عندنا نظريه في طب الاطفال اسمها نظريه التعرض. لو الطفل تعرض للعدوى مره وقاوم، ومره تاني وقاوم، وفيروس تاني وقاوم، دي اسمها نظريه التعرض. عشان كده هيبدا نربي مناعته، المناعه تبدا تعمل اجسام مناعيه ضد الفيروس ده والفيروس ده والفيروس ده، يبدا يبقى عنده مقاومه للامراض. لكن فكره لا قفل عليه وما يغسل ايديه 30 مره وما يروحش هنا وما يخرجش وما يروحش الحضانه وما يروحش المدرسه. طب ما راحش المدرسه السنه دي، ما راحش الحضانه السنه دي، يروح المدرسه السنه الجايه. طب ما هو هيتعرض للعدوى. فاذا التعرض دي من النظريات المهمه اللي بتقوي مناعه الطفل. لو الطفل اقل من سنتين مش مستحب يروح حضانه الا لو الام بتشتغل، ده غصب عننا. لكن بعد سنتين اقدر انزله حضانه، بعد 3 سنين اقدر انزله حضانه. لازم يحتك بالعدوى ولازم يحتك ويشوف الناس. لكن فكره بلاش حضانه ده كلام مش صحيح. ادي منشطات للمناعه، ادي تطعيمات، ادي فيتامينات، اهوي الاوضه كويس، اعلم النصائح الطبيه السليمه. لكن امنع، يبقى كده مش هيروح مدرسه لغايه الجامعه، يعني يروح من الحضانه للجامعه على طول. أرجوكوا يا جماعة بلاش نمشي ورا الكلام بشكل اللي مش صحيح، بشكل أعمى. أطفالكم لو مش تعبان، ودي نقطة مهمة، ينزل حضانة. أي طفل عنده بيفكر يجيب نزلة برد، بلاش حضانة. لما يكون عنده تعبان بعد كده ينزل عادي. نزلوا ولادكم الحضانة وتابعوا مع دكتور الأطفال، إن شاء الله تمشي أموره بشكل سليم ومعافى، وما نسمعش كلام كتير مش صحيح.